السلام عليكم. حبايبي واخواتي تاني اعدادي في كل مكان، هنبدأ ان احنا النهارده نتكلم مع بعض عن مراجعة الوحدة التانية. عارف ان كتير منكم اتخنق من الترم، اتخنق من السنة كلها، معلش هي كلها شهر ونص وهنرتاح كلنا وهتاخد اجازة الصيف وتروح تبلبط وتصيف والدنيا كده. طبعا كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر، تمام، ويا رب تكون سنة سعيدة عليكم. ويلا بينا نسمي الله، يلا مع بعضينا. في الوحدة دي هنبدأ ان احنا نتكلم عن مصر من أول ما مصر بقت دولة إسلامية أو ولاية إسلامية لغاية بقى ما نشأت كتير من الدول فيها. هنتكلم عن الدولة الطولونية في مصر، الدولة الأخشيدية، الدولة الأيوبية، الدولة المملوكية، الدولة الفاطمية. دي كده ملخص تمام أو موضوع الوحدة عندنا التانية في منهج بتاعنا. نبدأ أول حاجة واحدة واحدة كده مع بعض. واحدة واحدة كده معايا. نبدأ بأول درس اللي هو أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي. هنبدأ قبل ما نتكلم عن أحوال مصر بعد الفتح الإسلامي، هنتكلم عن مصر إزاي الإسلام دخلها وإزاي المسلمين قدروا إن هم يفتحوا مصر. بيقول لك إيه؟ بيقول لك إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في باله إن هو يفتح مصر، ولكن توفى الرسول قبل ما يفتح مصر. طب ثواني، كان في الوقت ده كان المسلمين باعتين رسالة لحاكم الروم في مصر اللي هو اسمه المقوقس. جميل جميل. ولكن زي ما قلت لك توفى الرسول. فالمهم بعد كده، بعد الرسول صلى الله عليه وسلم تولى ابو بكر الصديق، بعد ابو بكر الصديق تولى امير المؤمنين الخليفه عمر بن الخطاب. جميل. في عهد الخليفه عمر بن الخطاب جاء اليه القائد عمرو بن العاص. سيدنا عمرو بن العاص قال له: يا امير المؤمنين، اني اريد ان افتح مصر. فالمهم وافق سيدنا عمر بن الخطاب وقال له: روح يفتح مصر. فالمهم عمرو بن العاص سيدنا عمرو بن العاص كان قائد الجيش اللي رايح يفتح مصر في عهد الخليفه مين؟ عمر بن الخطاب. جميل جميل. قدر سيدنا بص كده معايا، تعال كبر الخريطه دي كده. ايوه. سيدنا عمرو بن العاص تحرك من هنا طبعا من المدينه. اوكي. القلم ماله ظبط الخط بتاع القلم. يلا بقى. سيدنا عمرو بن العاص تحرك من هنا من المدينه وبدا ان هو يتحرك ودخل مصر من شبه جزيره سيناء. دخل احتل مدينه اسمها مدينه العريش. اوكي. فضل ماشي ويحتل كل الاماكن دي وعدى على الفرم وعدى على كذا مكان لغايه ما وصل للاسكندريه. يبقى تم احتلال العريش شرقا الى الاسكندريه غربا عشان يجي يسالك عليها. جميل جميل. وبكده تمام. طب ثواني، هو دخل منين؟ من شبه جزيره سيناء. طب مين الدوله اللي جنب شبه جزيره سيناء؟ تقول لي دوله فلسطين. يبقى جاء عمرو بن العاص تمام ودخل من فلسطين ولغايه ما وصل شبه جزيره سيناء، ثم احتل العريش شرقا ثم الاسكندريه غربا. جميل جميل. وفي الوقت ده كانت الاسكندريه كانت عاصمه الروم في الوقت ده. يا مستر ايه العلاقه؟ هقول لك، ما الروم ساعتها هم اللي كانوا مسيطرين على مصر. جميل جميل. المهم سيدنا عمرو بن العاص عمل صلح مع المقوقس اللي هو حاكم الروم. مقوقس حاكم الروم قال له: حقك عليا يا عمرو بن العاص، حقك عليا، لو سمحت ممكن نتصالح؟ قال له: تعالى نعمل صلح. بص الصلح ده بيقول لك ايه؟ الصلح بيقول لك ان احنا هنعمل هدنه، يعني فتره راحه من الحرب لمده 11 شهر. لمدة إيه؟ 11 شهر. يبقى أول حاجة من نصوص الصلح هدنة لمدة 11 شهر، هدنة لمدة 11 شهر. إيه كمان تاني؟ إن كل الروم اللي كانوا موجودين في مصر هيركبوا المركب الحلو ويتمشوا في البحر المتوسط ويطلعوا في قارة أوروبا يقعدوا في روما. يبقى مغادرة الجنود الروم من البحر المتوسط يمشوا خالص. جميل جميل. وإن هم ما يرجعوش تاني خالص، يبقى لا يعود الروم لمصر مرة تانية. جميل. كده تالت حاجة. إيه كمان تاني يا مستر؟ إن المسلمين ما يتعرضوش لأي حد من الأقباط اللي هم المسيحيين، لأن ساعتها مصر كان
اغلبيتها او معظمها كانوا مسيحيين واقباط، فالا يتعرض المسلمين والكنائس، لكم دينكم ولي ايه دين. اوكي تمام. وان اليهود زي ما هم، ايه ده يهود؟ يهود كانوا عايشين ساعتها في مصر، كانوا عايشين فين؟ في اسكندريه. اوكي تمام. ان يبقى اليهود في الاسكندريه اللي هي دلوقتي طبعا في بحرين، اسمها حاره اليهود. اوكي يبقى انا دلوقتي عندي 5 نصوص للصلح. اوكي يوم 5 الصلح، هدنه لمده 11 شهر. جميل. رحيل جنود الروم، ألا يعود الروم مرة أخرى إلى مصر، ألا يتعرض المسلمين إلى الكنائس. إيه كمان تاني؟ آخر واحدة عندي إن اليهود في الإسكندرية. ده كده نصوص الصلح. أوكي طيب. المهم سيدنا عمرو بن العاص خلاص بعد ما خلص هنا زي ما احنا شفنا الخريطة أهو. سيدنا عمرو بن العاص بعد ما احتل وخلاص الجزء الشمالي، دخل على العريش زي ما قلت لك، دخل على اسكندريه في ناحيه الغرب كده، احتل شمال مصر. فقال لك انزل بقى احتل جنوب ايه؟ مصر، اللي هو دلوقتي احنا بنسميه ايه؟ الصعيد. قدر ان هو ينزل نحو الجنوب، وقدر ان هو يحتل الجنوب، وبكده تحولت مصر من ولايه بيزنطيه، بيزنطه دي اللي هي الروم، من ولايه بيزنطيه الى دوله وولايه اسلاميه. واول والي على مصر، يعني اول حاكم على مصر، هو اللي فتح مصر، هو القائد عمرو بن العاص. اوكي تمام. وهنا سيدنا عمرو بن العاص قدم مثال للتسامح زي اللي قدمه الرسول صلى الله عليه وسلم في فتح مكه. ايه هو؟ عمرو بن العاص اول ما دخل، تمام، لقى ان كل او معظم المصريين اقبطوا مسيحيين. اوكي فعفى عنهم، لكم دينكم ولي الدين، وامنهم على ارواحهم وعلى اموالهم وعلى كنائسهم او اماكن عبادتهم. ده مثال للتسامح. اوكي تمام. المهم كده اتكلمنا عن القصه، وعرفنا ازاي مصر بقت دوله اسلاميه. نيجي نبدا بقى نتكلم عن شكل مصر وهي تبع الدوله الاسلاميه. نبدا اول حاجه نتكلم عليها وهي نظام الحكم. ما نظام الحكم كان شكله ايه يا مصر؟ هقول لك. المسلمين وسيدنا عمرو بن العاص ما غيرش يا دوبك حاجات في الحكم، ما غيرش حاجه في الحكم. نفس الحكم اللي كان موجود ايام بيزنطه هو الحكم هيبقى ايام المسلمين، ولكن بس اتغير بس الناس اللي بيمسكوا المناصب بس كده. يقول لك ايه؟ ابقى المسلمين على النظام السياسي، ما غيروش في اي حاجه خالص. اوكي يا دوبك غيروا ايه؟ غيروا الناس اللي كانت قاعده على المناصب. هنيجي نتكلم على اول حاجه نظام الحكم، وهو الوالي اللي هو الحاكم. جميل جميل. بيقول لك ايه؟ بيقول لك في عهد الخلفاء الراشدين وعهد الدوله الامويه، جميل، وعهد الدولة العباسية، ولكن في العصر العباسي الأول. في العصر العباسي إيه؟ الأول. أوكي؟ يبقى في عهد الخلفاء الراشدين، عهد الدولة الأموية، عهد العصر العباسي الأول، كنا بنختار الوالي. تمام؟ كنا بنختار الوالي. أوكي؟ وكان الوالي بيقعد فين؟ كان الوالي بيقعد في عاصمة مصر اللي كانت في الوقت ده، وهي الفسطاط. ايه ده مصر؟ ما انت لسه قايل لي العاصمه من شويه في اسكندريه. هقول لك ثواني. عاصمه مصر الاسكندريه ساعه ما كانت دوله بيزنطيه، ولكن لما سيدنا عمرو بن العاص فتح مصر انشا مدينه الفسطاط. انشا مدينه الفسطاط وخلاها هي تبقى العاصمه. جميل جميل تمام. ثاني، الوالي كانوا بيختاروه منين؟ كانوا بيختاروه من العرب. يبقى انا عندي في عهد الخلفاء والدوله الامويه والعصر العباسي الاول كان الوالي من العرب يقعد في مدينه الفسطاط. طب المكان اللي بيقعد فيه ايه؟ يعني دلوقتي الرئيس، تمام، زي رئيسنا عبد الفتاح السيسي، دلوقتي بيقعد فين؟ بيقعد في القصر بتاعه، القصر الرئاسي. عندنا برضو الخليفه ساعتها كان بيقعد، او الوالي سوري، كان بيقعد فين؟ كان بيقعد في مكان اسمه دار الاماره. تمام؟ يحكم فيه دار الاماره، بيؤمر فيه يعني يحكم فيه. اوكي ده كده بالنسبه ليه؟ العصر العباسي الاول والخلفاء الراشدين والدوله الامويه. في العصر العباسي الثاني بدا ان احنا نختار الولاه من الفرس والاتراك. يبقى الاول كنا بنختاروا الولاه من العرب، يبقى الوالي كان من العرب، هنا الوالي من الفرس وايه؟ والاتراك. اوكي تمام. وده بسبب ضعف طبعا الخلافه العباسيه في العصر العباسي الثاني. يبقى كله كان بنختار الولاة من العرب، ولكن العصر العباسي الثاني هو الوحيد من الفرس والاتراك بسبب ضعف الخلفاء في العصر العباسي الثاني. عندي بعد كده واحد، تمام، كان بيمسك الحكم غير الوالي، اسمه صاحب الشرطه. مين هو مصر صاحب الشرطه ده؟ صاحب الشرطه ده اسمه صاحب الشرطه، يعني هو اللي مسؤول ان هو يحفظ الامن والامان، يقبض على المجرمين، يجيب المجرم من قفاه، يلا يا كلب، يحبسه. اوكي هكذا. تمام. يبقى في استقرار، هو اللي بينفذ العقوبات، هكذا.
مش هو اللي بيحط العقوبة، لأ هو اللي بينفذ العقوبة. مين اللي بيحط العقوبة؟ هنتكلم عليه كمان شوية، القاضي هو اللي بيحط العقوبة. جميل؟ يبقى دلوقتي هو بيحافظ على الأمن، أوكي، تمام، بيقبض على المجرمين، بيحافظ على الاستقرار، بينفذ العقوبة. جميل، جميل. عندي تعريف بقى بعد كده اسمه عصر الولاة. عصر الولاة ده بيبتدي من إمتى؟ من أول ما مصر بقت دولة إسلامية، من أول ما مصر بقت دولة إسلامية لغاية الدولة الطولونية، ده كده اسمه عصر الولاة. يبقى عصر الولاة هي الفترة من الفتح الإسلامي حتى الدولة إيه؟ حتى الدولة الطولونية. أوكي، عشان ده كلام كتير فإحنا لخصناه على قد ما نقدر. أوكي، تمام. ده كده بالنسبة لنظام الحكم، سواء كان اتكلمنا عن الوالي أو صاحب السلطة. نيجي نتكلم بعد كده عن القضاء. تمام. طب ثواني، أمّا كنا بنيجي نحكم على حد بنحكم عليه بناءً على إيه؟ هاقول لك بناءً على حاجتين، كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كان يتم الحكم بناءً على أساس الشريعة الإسلامية. جميل، جميل. طب ثواني بس، مين اللي بيعيّن القاضي؟ هاقول لك اللي بيعيّن القاضي هو الخليفة مش الوالي، مش الوالي بتاع مصر، لأ خليفة المسلمين، تمام، بنفسه هو اللي بيعيّن إيه؟ القاضي. طب ثواني، علشان نحكم بقى ما كانش في ساعتها محكمة، المحكمة بقى ساعتها كانت في جامع عمرو بن العاص، يبقى ما كانش في مكان اسمه محكمة، ولكن المجلس بتاع القضاء كنا بنقعد فين؟ جامع عمرو بن العاص. ده كده بالنسبة لإيه؟ القضاء. نيجي نتكلم بعد كده عن الحياة الاقتصادية. ما دام حياة اقتصادية يبقى هاتكلم عن الشغلانات، نبدأ نتكلم على أول شغلانة وهي شغلانة الزراعة، مش هنتكلم عليها كتير، بيقول لك يعني المسلمين يهتموا بالزراعة وعملوا مقياس يقيس النيل وهكذا، تمام؟ نبدأ نتكلم عن الصناعة. المسلمين صنعوا حاجتين، صنعوا السفن، وصناعة السفن دي بدأت في عهد الدولة الأموية في عهد معاوية بن أبي سفيان. يبقى صناعة إيه السفن في عهد الدولة الأموية في عهد معاوية. جميل. طب بصنع السفن فين؟ في مكان موجود في بلاد الشام بمدينة عكا. يبقى صناعة إيه السفن في عهد الدولة الأموية في عهد معاوية ببلاد الشام بمدينة عكا. أوكي تمام. عندي بقى كده صناعة الهدوم. كان المصريين بيصنعوا الهدوم نفس شكل الهدوم بتوع الروم. يبقى كانت الثياب المصرية تمام على نفس الشكل بتاع الشكل البيزنطي، الهدوم البيزنطية بالضبط. أوكي؟ لغاية ما في واحد في عهد الدولة الأموية اسمه خدت السنة اللي فاتت، اسمه الخليفة عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان أمر إن الكتابة أو الكتابة تبقى على الهدوم باللغة العربية. يبقى حتى أمر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أن تكون الكتابة باللغة إيه؟ العربية. تمام؟ ماشي؟ أوكي. كده اتكلمنا عندي نوعين من الصناعات زي ما قلنا، صناعة السفن وصناعة الهدوم اللي هي النسيج. نيجي نتكلم بعد كده على التجارة. بُص كده معايا، بُص كده معايا. طبعًا ده كده أوكي، بس هو بس بسبب الألم ماشي، باظ شوية مش مهم. خريطة مصر كده كروكي بسرعة. البحر الأحمر أوكي، ووادي النيل والبحر المتوسط. بُص، زمان عشان يسهّلوا التجارة المسلمين عملوا إيه؟ عملوا قناة تربط ما بين البحر الأحمر أوكي، ووادي النيل. القناة أو الخليج ده اتسمى بخليج أمير المؤمنين، اللي إحنا كنا واخدينه السنة اللي فاتت في أولى إعدادي بقناة سيزو ستريس اللي كان عليها الثلاثي الثالث. يبقى عند المسلمين حفروا القناة اللي كانت بتوصّل نهر النيل بالبحر الأحمر، سميت إيه؟ بخليج أمير المؤمنين. مين اللي حفرها؟ عمرو بن العاص. بالمناسبة ليه سميت خليج أمير المؤمنين؟ نسبةً إلى الخليفة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، لأنه كان ماسك في الوقت ده. طب ثواني لمّا ييجي يقول لي ما النتايج على حفر خليج أمير المؤمنين؟ تقول لي ساعدني في تنشيط التجارة، أدى إلى تسهيل التجارة، سهلة جدًا وما فيهاش أي حاجة. أوكي، تمام، ماشي. كده اتكلمنا عن الزراعة والصناعة والتجارة. ندخل بعد كده على الحياة العلمية. بيقول لك كتير من صحابة المسلمين بعد ما تم فتح مصر وبقت مصر دولة إسلامية، كتير من الصحابة بدأوا إن هم يروحوا مصر علشان يعلموا الأقباط، أولًا عشان ينشروا الإسلام، ثانيًا اللي يدخل الإسلام نعلمه بقى الدين الإسلامي. جميل، جميل. بيقول لك من أشهر الصحابة جميل اللي بدأوا إن هم يعلموا الشعب المصري الدين الإسلامي ابن سيدنا عمرو بن العاص وهو عبد الله. يبقى عبد الله بن عمرو بن العاص من أشهر الصحابة اللي علّم المصريين الدين الإسلامي. جميل، جميل. المهم بقى في علماء كتير مسلمين مصريين
الكلام ده إمتى؟ الكلام ده في القرن الثاني الهجري، مش بييجي لك يقول لك القرن الكام تقول له القرن الثاني، ففي علماء بقى في الأدب، في اللغة، في التاريخ، في القراءات، هكذا. جميل، جميل. ده كده بالنسبة لإيه؟ ال الحياة العلمية. بالنسبة للعمارة بقى، البُنى، البُنى، بيقول لك المسلمين عملوا مُدن، زي طبعًا لسه واخدينها من شوية، هي مدينة الفسطاط. مين اللي عمل مدينة الفسطاط؟ عمرو بن العاص. عملها ليه؟ لتكون عاصمة مصر بدل مين؟ بدل الإسكندرية. جميل؟ تمام؟ وفضلت الفسطاط دي عاصمة مصر في عهد الخلفاء الراشدين وفي عهد الدولة الأموية. يبقى عهد الخلفاء الراشدين وعهد الخلافة الأموية كانت العاصمة الفسطاط، ولكن في عهد الدولة العباسية غيروها بقى. كان عندي كذا حاجة. أول حاجة مدينة العسكر، دي بقت العاصمة، ودي برضه على فكرة اللي عملها برضه سيدنا عمرو بن العاص. بعد كده عندي مدينة الجيزة، بعد كده عندي مدينة حلوان. يبقى أنا عندي في عهد الخلفاء الراشدين، أوكي، وفي عهد الدولة الأموية كانت العاصمة الفسطاط. جميل. في عهد الدولة العباسية عندي 3 مدن، إيه هم؟ العسكر وحلوان والجيزة، العسكر وحلوان والجيزة. أوكي، العسكر دي اللي بناها هو اللي بناها برضه الفسطاط، وهو سيدنا عمرو بن العاص. أوكي، تمام. كله تمام كده، نركز مع بعضينا، فوق معايا. عندي بعد كده برضه من الحاجات اللي اتبنت غير المدن اللي احنا اتكلمنا عليها هو مسجد عمرو بن العاص. مسجد عمرو بن العاص ما كانش يا دوبك مسجد بنصلي فيه، لا، ده كان مكان زي ما قلنا من شويه للقضاء، زائد ان كان مكان للعلم نروح نتعلم فيه وهكذا، فكان مركز القضاء والعلم، وكانت مدرسه للدين وكل الكلام ده. بيتكلم معانا تاني درس عن الدول اللي هتنشأ في مصر. تمام. هنتكلم الدرس ده عن الدولة الطولونية، الأخشيدية، الفاطمية. 3 دول نشأوا، تمام، وكانوا موجودين في مصر. اوكي، طيب، واحدة واحدة بقى. قبل ما نتكلم، تمام، عن الدول دي، تعالى بس كده افهمك حاجة. مصر في الوقت ده كانت تبع الخلافة العباسية. يبقى مصر كانت تابعة للخلافة ايه؟ العباسية. جميل، جميل. مصر كانت تبع الخلافة العباسية، تمام. مصر هتنشأ فيها شوية دول. مصر هيبقى فيها دول اسمها دول مستقلة شكلا، تمام، ودول مستقلة تماما. يعني ايه مصر دول مستقلة شكلا ودول مستقلة تماما؟ بص، احنا قلنا مصر تابعة للخلافة العباسية. جميل. فعشان الخلافة العباسية ما كانتش قوية في الوقت ده ومش عارفة تسيطر على مصر، فنشأت في مصر دول مستقلة. دول مستقلة شكلا يعني كده وكده. إزاي؟ يعني مثلًا نشأت في مصر، تمام، الدولة الطولونية والدولة الأخشيدية، تمام، هكذا. الدولة الطولونية والأخشيدية نشأوا في مصر، ولكن قالوا للخلافة العباسية إحنا تبعِك، إحنا عاملين دولة في مصر ولكن إحنا تبعِك، تابعين ليكِ. جميل، جميل. في دول بقى استقلت تمامًا أو نهائيًا عن الخلافة العباسية، ما لهاش دعوة بالخلافة العباسية، نشأت في مصر زي الدولة الفاطمية. أوكي، دي دول مستقلة شكلًا ودول مستقلة تمامًا. أوكي، طيب. المهم، ليه بقى ظهرت الدول المستقلة؟ الدول المستقلة أولًا ظهرت في العصر العباسي الثاني، اللي هو عصر الضعف، أمّا الدولة العباسية كانت ضعيفة. كويس؟ وهنا ييجي لي سؤال، ليه الدولة المستقلة ظهرت في العصر العباسي الثاني؟ تقول له بسبب ضعف الخلفاء، ما الخلفاء دلوقتي مش مسيطرين، مش أقوياء، ضعفاء، فبالتالي هتظهر دول مستقلة في مصر، إن هم مش عارفين يسيطروا على مصر. تاني حاجة، هي الخلافة العباسية عاصمتها فين؟ عاصمتها في بغداد. بغداد دي في العراق، فبعيدة عن مصر، فبالتالي الخلافة العباسية ما كانتش قادرة إن هي تسيطر على مصر، فعشان كده الدول المستقلة كانت بتظهر في مصر. يبقى أنا عندي سببين لظهور الدول المستقلة: ضعف الخلفاء العباسيين وبعد مصر عن الخلافة العباسية في بغداد. المهم، اتكلمت وقلت عندي نوعين من الدول المستقلة: دول مستقلة اسما يعني شكلا وبتعترف بالخلافة العباسية، زي طولونية، أخشيدية، أيوبية، مملوكية. الوحيدة اللي كانت مستقلة تماما ونهائيا، أوكي، عن الخلافة العباسية هي الدولة الفاطمية. نبدأ واحدة واحدة بقى ندرس الدول. نبدأ بأول دولة نشأت في مصر وهي الدولة الطولونية. واحدة واحدة بقى. الدولة الطولونية اتسمت بالاسم ده نسبة إلى مؤسسها اللي هو أحمد ابن طولون، أو بص، أحمد ابن
تمام، ما تحطش ابني في طولون تبقى بنطلون، لأ والنبي بالله عليك ما تشلنيش يبقى الدولة الطولونية اتأسست نسبةً واتسمت بالاسم ده نسبةً إلى مؤسسة أحمد ابن طولون، أحمد ابن طولون، جميل، جميل. أحمد ابن طولون عمل الدولة الطولونية فين؟ في مصر، وبعد كده بدأ إن هو يوسّع بقى حدود الدولة، بدأ إن هو يحتل أماكن كتير زي الشام، زي الحجاز، زي برقة، زي النوبة. طب ثواني، بُص معايا. حدود الدولة الطولونية sorry حدود الدولة الطولونية، بُص كده معايا. تعرف حدود الدولة الطولونية، الدولة الطولونية كانت بتمتد منين لفين؟ أنت بتقول لي مصر نشأت في مصر، وبعد كده أحمد بن طولون توسّع في حدودها، هاقول لك بدأ إن هو يحتل أماكن كتير. طب هي مصر كانت بتمتد منين لفين؟ هاقول لك تمتد من ناحية الشمال أو أوكي، اللي هو باللون الأصفر زي ما إحنا شايفين، من الشمال، أوكي، الشمال كان من ناحية الشام، أوكي، تمام، لغاية الجنوب تحت مصر كده ما بين مصر والسودان وهي النوبة. يبقى شمال شين الشام، جنوب نون النوبة، جنوب نون النوبة، أوكي، أنا آسف كتبتها أهي، جنوب نون النوبة، أوكي، تمام، آه، عندي في ناحية الشرق الحجاز اللي هي السعودية، ناحية الغرب غرب به برقة. دي كده حدود الدولة الطولونية. يبقى أمّا ييجي يسألني إيه حدود الدولة الطولونية؟ هاقول له حدود الدولة الطولونية شمالًا ش الشام، جنوب ب النوبة، شرق الحجاز، غرب ب برقة، أوكي، دي كده حدود الدولة الطولونية. طب الدولة الطولونية اتأسست فين؟ زي ما قُلنا في مصر، أوكي، تمام. المهم أحمد طولون ده كان قائد عظيم وفرض الأمن والاستقرار وهكذا، بس ثواني، إيه عاصمة الدولة الطولونية؟ عاصمة الدولة الطولونية كانت مدينة القطائع، أوكي، دي عاصمة الدولة الطولونية، جميل، جميل. أحمد بن طولون قدر إن هو يسيطر على كل الدول بتاعته تمام، أو كل الأماكن بتاعته، نشر الأمن ونشر الاستقرار واهتم بمصر، كل الكلام الحلو الجميل ده، العسل ده، أوكي. ندخل بعد كده بقى على الأحداث بعد أحمد بن طولون. أحمد بن طولون مات الله يرحمه، تولى بعده ابنه اسمه خماروي. اسمه إيه؟ خماروي، جاي من كلمة خمار، خمار، اللي هو زي طرحة، خماروي، تمام؟ خماروي ده بدأ إن هو يكمّل اللي عمله أبوه، وحافظ على الممتلكات. المهم خماروي ده كان عنده بنوتة أوكي، جميلة اسمها قطر الندى. يبقى تاني، بعد مقتل أحمد ابن طولون، أحمد بن طولون مين اللي مسك بعده؟ ابنه خماروي، كان عنده بنوتة جميلة اسمها إيه؟ اسمها قطر الندى. اتجوزت من مين؟ اتجوزت من ساحة تلميذ قلشة، قلشة وحشة أنا عارف قلشة وحشة. المهم خماري كان عنده بنوتة حلوة اسمها إيه؟ قطر الندى. قطر الندى دي اتجوزت من الخليفة العباسي اللي كان ماسك في الوقت ده اسمه المعتض بالله. جميل، جميل، وبكده بقى في علاقة نسب ما بينهم وكده اتوطّدت وقوّت العلاقة ما بين الدولة الطولونية والخلافة العباسية، بسبب زواج الخليفة المعتض بالله من ابنة خمراوي اللي هي قطر الندى. المهم اتقتل خمراوي ده. بعد ما اتقتل خمراوي أوكي، الخليفة اللي كان ماسك بعد كده اسمه إيه؟ اسمه الخليفة المُكتفي بالله. المُكتفي بالله جاب قائد اسمه محمد ابن سليمان، وقال له: "يا محمد يا ابن سليمان، باقول لك إيه يا محمد يا ابن سليمان، لو سمحت ممكن تروح مصر لإن بعد ما اتقتل خمراوي مصر بقت فوضى، مصر بقت خرابة، روح سيطر على مصر وخلّي مصر ترجع تاني ضمن الخلافة العباسية." أوكي، طيب. ده كده بالنسبة لأحمد بن طولون وابن خمراوي واللي حصل بعد كده، أوكي، تمام. بُص بقى، إيه الدولة الطولونية عملت إيه؟ الدولة الطولونية عملت جيش قوي طبعًا والدليل على كده إن هي كانت حدودها كبيرة، تمام، تمام. إيه كمان إيه، أنشأوا دواوين، زي إيه الدواوين؟ عندي 2 من الدواوين، ديوان الجيش وديوان الإنشاء. ديوان الجيش ده بيهتم بأسامي الجنود وهكذا. ديوان الإنشاء بقى، ديوان الإنشاء ده اللي هو زي وزارة الخارجية دلوقتي. إيه أهمية وزارة الخارجية؟ أهمية وزارة الخارجية إن هي تقدر إن هي تتواصل مع الدول التانية، يبعت رسايل للدول التانية، تشوف العلاقات مع الدول التانية، تضبط العلاقات مع الدول التانية هكذا. يبقى ديوان الإنشاء ده تمام، زي وزارة الخارجية دلوقتي. أهميته إيه؟ مسؤول عن الكتب والرسايل مع الدول التانية. جميل، جميل. زائد طبعًا إن اهتمامنا بالزراعة وهكذا.
ده سؤالي، ركّز بقى في الحتّة دي معايا دي. عندي بالنسبة للصناعة والتجارة، عندي مدينتين مهمين في الصناعة ومدينتين مهمين في التجارة. مدينتين مهمين في الزراعة إسكندرية تمام، ودمياط. جميل؟ مدينتين مهمين في التجارة القطائع اللي هي كانت العاصمة في ساعتها والإسكندرية. يبقى أنا عندي مدينتين في الزراعة ومدينتين في الصناعة، في الصناعة إسكندرية ودمياط. أوكي؟ بالنسبة للتجارة فعندي القطائع تمام، والإسكندرية دول مدينتين زراعة ومدينتين للتجارة. إيه كمان تاني؟ أحمد بن طولون عمل مسجد على اسمه، اسمه مسجد أحمد بن طولون، وعمل قناطر اسمها قناطر أحمد بن طولون. القناطر دي تمام، اللي هي مشروع من مشروعات الزراعة. أوكي، يبقى كده يدل إن هم اهتموا بالزراعة. وعمل حاجة اسمها البايمارستان. اسمها إيه؟ بايمارستان. اسمها إيه؟ بايمارستان. إيه البايمارستان دي يا مستر؟ إيه الأسامي الغريبة دي؟ بايمارستان دي اللي هي زي دلوقتي المستشفى أو العيادة. اتعملت ليه؟ لعلاج المرضى. أوكي، يبقى أحمد بن طولون عمل إيه؟ إمم، عمل مسجد أحمد بن طولون، قناطر أحمد بن طولون، وعمل بايمارستان لعلاج المرضى. عدد مدينتين للصناعة إيه هُما؟ إسكندرية ودمياط. مدينتين للتجارة، قطاع وإسكندرية. أوكي، عملوا 2 من الدواوين، ديوان الجيش وديوان الإنشاء اللي هو دلوقتي وزارة الخارجية. أوكي، في حاجة صعبة كده؟ طبعًا ما فيش حاجة صعبة، أنا باشرح لكم، عيب يعني في حقي والله. هنيجي نتكلم بعد كده عن دولة تانية كانت موجودة في مصر، وهي الدولة الأخشيدية، تبًا لتواضعي من الآخر. المهم نيجي نتكلم عن الدولة الأخشيدية. الدولة الأخشيدية اتسمت بالاسم ده تمام، نسبةً إلى مؤسسها اللي هو مين؟ محمد ابن تغك الأخشيد. محمد ابن تغك الأخشيد. أوكي؟ تمام. المهم ده كان قائد تركي، كان موجود في الجيش العباسي، وكان قاعد ساعتها في مصر، فعمل الدولة اسمها الدولة الأخشيدية. جميل جدًا. اعرف يا مستر كده أعماله؟ هاقول لك بُص، كوّن الدولة الأخشيدية. إزاي؟ هاقول لك. في الوقت ده في دولة كانت عينيها على مصر، ودي اللي هنتكلم عليها كمان شوية، وهي الدولة الفاطمية. الدولة الفاطمية كانت هتموت وتحتل مصر. جميل؟ تمام؟ تمام. فالمهم الدولة الأخشيدية بقيادة محمد بن طغرل الأخشيد قدر إن هو يتصدى للجيش الفاطمي، وقال له: "لأ، ما تجيش تحتل مصر، أنا موجود هنا." جميل، وبدأ إن هو بقى يحفظ الأمن وهكذا، وخلّى العاصمة بتاعتها بقت مدينة العسكر. يبقى أنا دلوقتي عندي الدولة الطولونية. الدولة الطولونية إيه العاصمة؟ القطائع. هنا الدولة الأخشيدية إيه العاصمة؟ العسكر. أوكي، عشان ما تتلخبطش. تمام، جميل. المهم محمد بن طغرل الأخشيد، محمد بن طغرل الأخشيد أوكي، قال اللي هيمسك من بعد الحكم، أنا خلاص بقيت كبير في السن، أنا هاموت، أنا هاموت، نادوا لي ابني، ابني هو اللي هيمسك مكان الحكم. مين ابنه؟ ابنه كان اسمه أبي القاسم أنوجور. أبي القاسم أنوجور. أوكي؟ المهم أبي القاسم أنوجور هو اللي هيمسك بعد محمد بن طغرل الرشيد الحكم، ولكن أبي القاسم ده كان طفل صغير. فالمهم اللي بقى واصي عليه هو الخادم بتاعه، اسمه إيه؟ كافور الإخشيدي. فكافور الإخشيدي هو اللي يعتبر بيحكم، أو أبو القاسم إيه؟ صغير، طفل صغير. فكافور الإخشيدي هو اللي كان بيحكم، وهو اللي كان ماسك الدولة وبيحافظ على الدولة وهكذا. جميل، جميل. لغاية ما توفى كافور الإخشيدي. وهنا لسه قايله لك من شوية، الفاطميين كان عليهم الحكم مصر. أول ما توفى كافور الإخشيدي، الفاطميين دلوقتي هييجي يحتلوا إيه؟ مصر. ما فيش حد قوي ماسك حكم مصر دلوقتي. جميل جدًا. قبل ما نتكلم بقى عن الدولة الفاطمية وإزاي جت احتلت مصر، تعالَ بقى نكمل ونشوف بقى مصر كان شكلها إيه. تمام؟ تمام، نيجي نكمل مع بعض. يبقى أنا دلوقتي تمام، عندي إن أنا قُلت الدولة الأخشيدية عملوا دنانير، يعني العملة تحمل اسم حاكم مصر واسم الخليفة، وقُلنا إن هو عملوا السقايات. قُلنا السقايات دي زي اللي هي الساقية. أوكي، مفردها الساقية. الساقية دي بتعمل إيه؟ الساقية دي بتبدأ إن هي ترفع المَيّة للأراضي الزراعية، يبقى كده هم اهتموا بالمَيّة. جميل، جميل. وعملوا مسجد اسمه مسجد الفقاعي. أوكي، مسجد الفقاعي. تمام، يبقى أنا دلوقتي عندي الدولة الطولونية عملت مسجد إيه؟ مسجد أحمد بن طولون. عندي الدولة الأخشيدية مسجد إيه؟ الفقاعي، وهكذا. كده اتكلمنا عن الدولة الأخشيدية. ندخل بعد كده تمام على آخر دولة هنتكلم عليها، وهي الدولة الفاطمية. تمام، واحدة واحدة بقى. الدولة الفاطمية هي هتبقى في مصر، ولكن أصلًا هي اتأسست فين؟ اتأسست برّه مصر. طب كانت موجودة فين أصلًا؟ الدولة الفاطمية دي أصلًا كان مكانها أصلًا في المغرب.
يبقى مكانها فين؟ في المغرب، وكانت عايزة تيجي تحتل مصر. يبقى أنا عندي الدولة الطولونية والأخشيدية والأيوبية والمماليك كلّهم نشأوا في مصر. الوحيدة اللي ما نشأتش في مصر ولكن جات احتلت مصر هي الدولة الفاطمية. تمام؟ تمام. طب مثلًا الدولة الفاطمية اتسمت بالاسم ده ليه؟ نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعًا السيدة فاطمة كانت ماتت من سنين، أوكي، هي اتسمت نسبةً لكده السيدة فاطمة، أوكي، يعني نشأت بعدها بكتير، عشان دلوقتي أمّا آجي أعمل مدرسة اسمها مسجد عمر بن الخطاب، طب هل سيدنا عمر بن الخطاب عايش؟ لأ، ده نسبةً ليه، أوكي، يبقى أنا عندي الدولة الفاطمية اتسمت نسبةً إلى السيدة فاطمة الزهراء بنت الرسول، أوكي، تمام. اتعملت فين؟ زي ما باقول لك اتعملت في بلاد المغرب، أوكي، الفاطميين بقى كانوا عينيهم إن هم عايزين يحتلوا مصر، ليه؟ أولًا عشان موقع مصر موقع جغرافي متميز، وكمان علشان خاطر مصر فيها خيرات وثروات بالهبل وثروات كتير بقى نهر النيل ومعادن ومصادر طاقة ويا إلى آخره، أوكي، تمام، جميل. إيه كمان تاني؟ علشان الفاطميين قالوا لك إيه؟ قالوا لك إحنا لو رُحنا احتلينا مصر، مصر قريبة من الشام وقريبة من الحجاز، فإحنا لو احتلينا مصر هنقدر بعد كده نحتل الشام والحجاز وده اللي هيحصل بالفعل، أوكي، يبقى أنا دلوقتي تمام، عندي ليه الفاطميين كانوا عايزين يحتلوا مصر؟ بسبب الموقع الجغرافي وثروات مصر. أوكي، تمام، وقُرب مصر من الشام وإيه، الحجاز، اختصر الدنيا معايا كده وضبّط الدنيا والدنيا سهلة ما فيش حاجة. المهم، الفاطميين كانوا عايزين يحتلوا مصر من زمان جدًا، ولكن في عهد بقى خليفة اسمه الخليفة المُعِز لدين الله الفاطمي. في عهد الخليفة المُعِز لدين الله الفاطمي أخذ القرار بإن هو يروح يحتل مصر. جميل، جميل. فنادى القائد بتاعه، القائد ده اسمه إيه؟ اسمه جوهر الصقلي. قال له: "يا جوهر، تعالَ يا جوهر، تعالَ يا جوهر يا صقلي تعالَ عايزك. باقول لك إيه، أنا هابدأ إن أنا أجهّز الجيش وعايزك أنت تبقى قائد الجيش تروح تمام، تنتصر على الدولة الأخشيدية وتحتل مصر. تعالَ نحكي بقى بالتفصيل. بُص، بُص معايا كده، تعالَ نقرّب الخريطة وأفهّمك الدنيا ماشية إزاي. المغرب أهي، أوكي، ومصر هنا أهي، جميل، أهي، كل دي كده هنا مصر أهي، جميل، تمام. الخليفة المُعِز لله عمل إيه؟ بدأ إن هو يضبّط الطريق هنا أهو تمام، بدأ إن هو يضبّط الطريق أهو تمام، من المغرب لمصر أوكي، أو من تونس لمصر اللي هي جنب المغرب، يبقى أول حاجة مهد الطريق من تونس لمصر، وبدأ إن هو بعد ما ضبّط الطريق عشان الجنود وهُم مسافرين، بدأ بقى إن هو يعمل إيه، يعمل استراحات عشان الجنود وهُم مسافرين يرتاحوا، وبدأ إن هو يحفر آبار، يحفر آبار عشان الجنود وهُم مسافرين يشربوا، يبقى مهد الطريق من تونس لمصر، وحفر آبار وأقام استراحات، أوكي، تمام، وبدأ إن هو يدرّب الجيش وهكذا. المهم بعد كده زي ما قُلت لك نادى على القائد تمام، اللي هو دراعه اليمين اللي هو اسمه جوهر الصقلي أوكي، وقال له: "يا جوهر، بُص يا جوهر أنا عايزك بقى خلاص أنا عرفت إن كافور الإخشيدي اللي هو كان ماسك الدولة الإخشيدية مات، وكده مصر ما فيهاش حاكم قوي، فخُد الجيش تمام، وأنت تبقى القائد وروح احتل مصر." فجوهر الثقلي طلع إن هو قائد الجيش بعد وفاة كافور الإخشيدي كويس، ونجح في الاستيلاء على مصر بعد ما هزم الدولة الأخشيدية. أوكي، وكده تحولت مصر من تابعة للخلافة العباسية إلى الخلافة الفاطمية، عشان ييجي يقول لك انتهت تبعية مصر من الخلافة العباسية وتحولت للخلافة الفاطمية في عهد مين؟ في عهد الخليفة المعز لله الفاطمي. أما مين راح يستولى على مصر؟ جوهر الصقلي. أوكي؟ تمام. المهم جوهر الصقلي بعد كده رفع التليفون وقال له: "يا خليفة يا معز أنا استوليت على مصر، يلا تعالَ تعالَ احكم مصر." أوكي؟ ومن هنا بدأت مصر تكون عاصمة الدولة الفاطمية، وبعد كده الخليفة المعز للدين الفاطمي قدر إن هو يحتل الشام والحجاز اللي هو أصلًا كان عايز يحتل مصر عشان خاطر يحتلهم بعد كده. تعالَ نعرف بقى مع بعض إنجازات الفاطميين. بُص، الفاطميين تمام، عملوا حاجات مهمة جدًا عندنا في مصر. أولًا كفاية إن أنا أقول لك إن هم اللي بنوا مدينة القاهرة اللي هي دلوقتي عاصمة مصر، ده أول حاجة بنوا مدينة القاهرة. تاني حاجة إن هم بنوا تمام، مسجد مشهور جدًا، جدًا، جدًا وهو الأزهر الشريف. يبقى أنا عندي بنوا القاهرة أوكي، بنوا مدينة القاهرة طبعًا ليه بنوها؟ عشان تكون عاصمة لمصر أوكي، تكون عاصمة للدولة الفاطمية كمان. بنوا مسجد زي مسجد إيه، بالضبط زي ما جمال الأزهر الشريف، إيه كمان؟ عملوا جيش وأسطول قوي أوكي، بدأوا إن هم يعملوا العملات هكذا، تعالَ نتكلم عليهم بالتفصيل.
بس زي ما أنا قُلت لك، بنوا مدينة القاهرة عشان تكون عاصمة، بنوا جامع الأزهر، بنوا مدرسة اسمها المدرسة الحافظية ودي موجودة في إسكندرية، أوكي، تمام، ماشي، يبقى كده بنوا جامع الأزهر ومدينة القاهرة، بنوا جامع الأزهر ومدينة القاهرة، أوكي، إيه كمان تاني؟ بنوا جيش وأسطول قوي، طب ثواني، بنوا جيش وأسطول قوي ليه؟ عشان يبدأوا إن هم يفتحوا أماكن كتيرة، ويبدأوا إن هم يأمنوا الأماكن بقى اللي هم فتحوها، يبقى هنفتح أماكن جديدة وهنأمن الأماكن اللي إحنا أخدناها وننشر الأمن الأمان وهكذا. وهنعمل عملة جديدة، العملة دي هيبقى عليها اسم الخليفة الفاطمي، يبقى ثواني، يبقى من شوية تمام، في عهد الدولة اللي كانت موجودة قبل كده اللي هي دولة إيه؟ اللي هي الدولة الأخشيدية، الدولة الأخشيدية عملوا العملة عليها اسم الخليفة واسم الوالي، هنا عندي إيه؟ اسم الخليفة بس، أوكي؟ بدأوا إن هم يحتفلوا بالأعياد ولغاية ما نشطت بقى التجارة واهتموا ب زراعة الأشجار، تمام؟ وبدأ إن هم ياخدوا الأشجار الخشب بتاع الأشجار ويقطعوه ويعملوا منه السفن ويهتموا بصناعة السفن، وكانوا يعاملوا الفلاح معاملة كويسة وتسامح وفلاح يا حبيبنا، وبدأوا إن هم يهتموا بيه، أنت مهم عشان أنت بتأكلنا، كل الكلام الحلو ده، أوكي، تمام، يا رب نكونوا استفدتوا معانا، وإن شاء الله أنا معاكم لآخر الترم، وهيبقى في مراجعات جديدة، وهابقى معاك كمان ليالي الامتحانات، اعمل اشتراك للقناة، وابعت الفيديو تمام لكل زمايلك عشان يستفادوا، وخليك متابعنا، وإن شاء الله أستناك تمام تجيب درجة نهائية في آخر السنة، وإن شاء الله ترفع راسنا وأنا معاك وجنبك، بس بالله عليك ذاكر، بالله عليك ذاكر، بالله عليك ذاكر. يا أخي بالله عليك ذاكر، بُص هاقلب هندي أهو، هاقلب هندي، ذاكر بالله عليك. يا رب تكونوا استفدتوا، ونلتقي في حصة جديدة، هتوحشوني، سلام.